عارفة الإحساس دوت لما تعملي مجهود كبير في حاجة سوا في شغلك أو بيتك أو حتى مع حد بتحبيه وتستني كلمة تقدير أو حتى نظرة امتنان وما تحصلش. الإحساس دوت ممكن يوجع، صح، بس الحقيقة اللي لازم تعرفيها إنك مش محتاجة حد يقدرك عشان تحسي إنك تستحقي التقدير. التقدير الحقيقي بيبدأ منك انتي، مش من الناس اللي حواليكي. في الفيديو دوت هنتكلم عن ازاي تتعلمي تقدري نفسك بجد بدون ما تستني ده من حد، وهنشارك أمثلة حقيقية من حياتنا اليومية عشان تقدري تطبقي الخطوات بسهولة. واحد، متربطيش قيمتك برأي الناس. في ناس كتير اتربت على فكرة ان التقدير لازم يجي من بره، من كلمة شكرا، من المدح ذات نفسه، من اعتراف الناس بجهودنا. بس الحقيقي انك لما تربطي احساسك بقيمتك انتي مش برأي الناس هتفضلي دايما تحت رحمتهم. يعني لما تفضلي دايما ان انتي رابطة احساسك انتي بقيمتك وبرأي الناس هتفضلي دايما تحت رحمة الناس اللي قصادك او اللي ان هما بيقولولك رأيهم. تخيلي انك عاملة أكلة متعوب عليها والكل كل الأكل وسكت، مفيش كلمة شكرا. ساعتها انتي قدام خيارين، يا تحسي انك فشلتي او انك يا تقولي لنفسك انا عارفة ان الاكلة دي حلوة وعارفة ان اللي عملته يستاهل التقدير حتى لو محدش قال. القيمة اللي بتديها لنفسك أهم بكتير من أي كلمة ومن أي حد. اتنين، احترمي تعبك مهما كان بسيط. في بتفضل طول اليوم واقفة في المطبخ وبتحس إنها ما عملتش حاجة مهمة لمجرد إن محدش قالها تعبك على راسنا. وفي واحدة بتنجح في شغلها بس بتقلل من نفسها عشان مديرها مش معترف بيها. ليه دايما مستنيين حد يقولنا برافو؟ ليه ما تقوليش لنفسك أنا تعبت النهاردة وأنا مقدرة نفسي، حتى لو الحاجة اللي عملتيها صغيرة، حتى لو مجرد انك قمتي من السرير في يوم صعب وانتي تعبانة فيه، ده في حد ذاته مجهود يستاهل التقدير. 3، افصلي بين التقدير والتفاخر. في فرق كبير بين انك تقدري نفسك وبين انك تبقي مغرورة. انك تقولي انا شاطرة في شغلي مش معناه انك متكبرة، وانك تعترفي انك شاطرة مش معناه انك بتتعالي على حد. التقدير مش معناه انك تشوفي نفسك احسن من غيرك، لكنه معناه انك ما تقليش من نفسك لمجرد ان محدش شايف مجهودك. 4، ما تقعديش تستني كلمة شكرا عشان تكملي. كم مرة وقفتي عن ان انت تدي حاجة لحد او ان انت تقدمي حاجة لحد لمجرد انك ما حسيتيش بتقدير؟ الحقيقة انك لو استنيتي التقدير عشان تكملي عمرك ما هتكملي. تخيلي انك بتحاولي تخسي بس محدش خد باله فقعدتي تاكلي تاني، او انك بتشتغلي على نفسك بس محدش مدح التغيير فتوقفي وترجعي زي الاول. التغيير الحقيقي بيحصل لما تبقي مقتنعة بيه مش لما الناس تاخد بالها منه. 5، كافئي نفسك بنفسك. ليه مستنية حد يجيبلك هدية او يعزمك عشان تحسي انك تستاهلي؟ جربي تكافئي نفسك بنفسك. اشتري لنفسك حاجة بتحبيها، خدي وقت لنفسك، شوفي فيلم بتحبيه، أو حتى قولي لنفسك كلمة حلوة. ده مش رفاهية، ده جزء من احترامك لنفسك. 6، ما تقارنيش نفسك بحد. التقدير مش مقارنة، محدش عايش نفس ظروفك. التقدير مش مقارنة، محدش عايش نفس ظروفك ولا حد عنده نفس التحديات اللي عندك. بس لما تشوفي حد ناجح بدل ما تقولي أنا ليه مش زيه، قولي أنا كمان بشتغل على نفسي بطريقتي. لما تركزي على رحلتك بدل ما تركزي على رحلات الناس هتحسي بقيمة كل خطوة بتاخديها. 7، خليكي محاوطة نفسك بناس بتقدرك. يعني خليكي دايما الناس اللي حواليكي يكونوا بيقدروكي. حاوطي نفسك بناس بتقدرك فعلا. الصح، التقدير لازم يجي من جواكي، بس ده مش معناه انك تفضلي حوالين ناس بتهملك او بتقلل منك. الناس اللي بتعرف تقدر غيرها هم نفسهم الناس اللي عارفين قيمة نفسهم. لو حسيتي انك دايما مضطرة تثبتي لنفسك لحد يمكن تكوني حوالين ناس غلط، ففكري هل اللي حواليكي بيقدروكي ولا انتي حواليكي ناس غلط اصلا. 8، سامحي نفسك على الاخطاء بس ما تنسيش انك تتعلمي منها. كلنا بنغلط، كلنا عندنا حاجات في الماضي بنتمنى نغيرها، بس هل ده معناه اننا ما نستحقش التقدير؟ طبعا لا. تخيلي انك عندك صديقة بتحبك ووقعت في غلطة كبيرة، هل هتقولي ليها انتي فاشلة؟ اكيد لا، بالعكس هتقولي ليها انتي غلطتي بس اتعلمي وعدي، انتي لسه تستاهلي كل الخير. طب ليه ما تكونيش الصديقة ديت لنفسك؟ سامحي نفسك على الأخطاء بس كمان خدي منها درس عشان ما تكررهاش تاني. 9، خدي وقت لنفسك بدون إحساس بالذنب. انتي مش مضطرة تبقي متاحة 24 ساعة لكل اللي حواليكي،
مش لازم تردي على كل رسالة في نفس اللحظة، مش لازم توافقي على كل طلب علشان ما تزعليش حد. وقتك ليكي مهم زيه زي وقتك للناس. لو فضلتي دايما حاطة نفسك في آخر القايمة هتحسي إنك غير مرئية حتى لنفسك. جربي ولو ساعة في اليوم تعملي حاجة بتحبيها، حتى لو مجرد قعدة هادية مع كوباية قهوة تعمليها انت بتحبيها، وتقري كتاب أو تتفرجي على فيديوهات انت بتحبي تتفرجي عليها. 10. اتعلمي تقولي لأ من غير تأنيب ضمير. في كلمة دايما بتتكرر، مش عارفة أقول لأ عشان ما يزعلوش. بس السؤال هو، لو قلتي على طول مين اللي هيزعل؟ انتي. تخيلي حد دايما بيطلب منك حاجات وانتي توافقي حتى لو على حساب راحتك ونفسك، ساعتها هو مش هيحس انك بتضغطي على نفسك، بالعكس هيشوف انك متاحة، وممكن انه يطلب منك اكتر واكتر. التقدير الحقيقي لنفسك يبدأ لما تتعلمي تحط حدود، وتفهمي ان كلمة لأ مش معناها انك قاسية او انك ما عندكيش قلب او ان انتي ما بتقدريش اللي حواليكي، لأ، لكنها معناها انك بتحترمي نفسك ووقتك. 11. افتخري بإنجازاتك حتى لو محدش خد باله. مش كل حاجة هتعمليها لازم يكون فيها حد يسقفلك أو احتفال. في حاجات هتنجحي فيها لوحدك ومحدش هيعرف بيها غيرك، بس ده ما يقللش من قيمتها. سواء كانت إنجازات كبيرة زي إن انت تترقي في الشغل، أو حاجات صغيرة زي إنك قدرتي تخرجي من مود سيء أو حاجة كانت مسكاكي ومضايقاكي. كل خطوة ليها قيمتها، وده لازم يكون واضح ليكي قبل ما يكون واضح لأي حد تاني. 12. خلي كلامك مع نفسك يكون إيجابي. في فرق كبير بين النقد الذاتي والتحطيم الذاتي. خليكي دايما في المنطقة اللي بتساعدك تتقدمي، مش اللي بتشدك لورا. بدل ما تقولي أنا غبية علشان غلطت، قولي أنا هتعلم من غلطة ديت ومش هكررها تاني. وبدل ما تقولي أنا عمري ما هنجح، قولي أنا هفضل أحاول لحد ما أنجح. كوني الشخص اللي بيشجعك مش اللي بيفقدك الأمل. التقدير مش حاجة لازم تجيلك من بره، التقدير بيبدأ لما تبصي لنفسك بعيون رحيمة، وترحمي نفسك وتعرفي انك مش محتاجة اذن من حد عشان تحسي بقيمتك. كل يوم قبل ما تستني اي كلمة تقدير من حد اسألي نفسك، انا مقدرة نفسي النهاردة؟ ولو الاجابة يبقى انت فعلا في الطريق الصح. ولو حسيتي ان الفيديو ده لمس حاجة جواكي، ما تنسيش تشاركيه مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. اشوفك الحلقة الجاية، وما تنسيش لو فايتك اي صلاة قومي صلي. وكنت معاكم مع قناة جيهان البدري، وأنا جيهان. مع السلامة.